السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، زي حضراتكم يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. السردين والبسارية ناس كلها طبعا الأسبوع الجاي شم النسيم، كل سنة وأخواتنا الأقباط بألف خير، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب. السردين الناس بتقول، جالي سؤال بتقول لي هل ينفع ان انا اعمل سردين دلوقتي؟ احنا النهارده طبعا الاثنين والشم نسيم يوم الاثنين اللي جاي، يعني يعتبر 8 ايام بالظبط. انا هقول لك على الطريقه اللي تعمليها تخليكي تاكلي البساريه دي بعدها ب4 ايام، وخليكي تاكلي السردين ده بعدها ب7 ايام بالظبط. ايه الطريقه المظبوطه والملح المظبوط؟ زي الناس المبتدئه اللي لسه ما خليتش سردين في البيت، تعالي يا ست البنات اقول لك. السردين ده كيلو، تمام؟ انا جبته وغسلته وفرشت مناديل المطبخ على الرخامه، حطيت السردين عليه عشان تصفي الميه تماما، والدم اللي في دماغه وكل في الدم اللي في السمكه ينزل، والميه اللي موجوده، عشان انا عايزاه ناشف، انا عايزاه يكون ناشف خالص. وبالظبط برده نفس الحكايه للبسله. طبعا لما تيجي تغسليها اغسليها بميه هاديه، علشان هي طبعا بتتبهدل خالص اثناء الغسيل، يعني بالراحه كده، بالراحه لغايه ما تغسلها كويس في المصفى، لغايه ما ميتها تنضف تماما. بعد كده باخدها نفس الحكايه برده، بحطها على مناديل على الرخامه، وبعد كده يا حبايبي بسيبها لغايه ما تنشف تماما برده من الميه بتاعتها عشان اقدر اخللها. السردين معاكي لما بتكوني جايباه هاتيه يكون فريش، يعني يكون صابح، يكون كويس من عند حد موثوق فيه عشان يطلع معاك ان شاء الله كويس. ايه المقادير واخلله ازاي؟ تعالي يا ست البنات، انا معايا علبه اهي، العلبه باينه اهي من الاكياس. حطيت كيس تحت، يعني انا حطيتها في علبه وحطيت كيس في قلبها، واضح دلوقتي الشكل ده. طب الكيس اللي بره ليه؟ الكيس اللي بره علشان لما اقفل اربط الكيس ده بره وما تعملش اي ريحه، وان شاء الله مش هيطلع اي ريحه باذن الله، بس برضو للامان، وعشان كمان حركه كمان تانية ان احنا نحوش الهواء خالص، ما تدخلش للسردين، لا يدخل له الهواء ولا يطلع منه هواء، تمام كده؟ وده سبب من اسباب ان السردين يطلع معاكي مظبوط ان شاء الله. فرشت كيس بلاستيك من بتاع المطبخ العادي، فتحته وفرشته في قلب البلاستيكيه. حضرتك عايزه تستعملي على طول من غير الكيس استعملي، بس انا بفضل يعني ان انا احط كيس في الطبق البلاستيك بتاعنا، واستعملت كيس من بره برده نضيف، بحيث ان انا لما اخلص اربط عليه. طيب لو عندي استرتش راب، تقدري حضرتك بعد ما تقفلي العلبه تلفيه بيها كام مره كده، هيغنيك عن موضوع الاكياس اللي هي اللي بره دي، تمام؟ تعالوا يا جماعه بقى نشوف مقادير الملح بتاعنا المظبوط وازاي هنخلل السردين. طبق كده يا حبايبي من الازاز، اي بوله اي طبق عندك، وهبدا انزل بمقادير الملح. كل كيلو من السردين عليه 4 معالق ملح هرميه، 4 معالق ملح هرميه. حطينا 2 3 4. عليه معلقه من الشطه. الشطه دي الناس اللي بتقول انا ما بحبش الحراق، هي مش بس هي مش هتخلولك يحرق ولا حاجه، بس ده ماده حافظه للسردين من اي حاجه تدخله. ايه تاني؟ معلقه من البابريكا اهو، حطينا معلقه من الشطه، معلقه من البابريكا، 4 معالق ملح هرميه لكل كيلو من السردين. اقلب على بعضه كده بسم الله. ده معيار مظبوط ان شاء الله يا جماعه للناس اللي لسه مبتدئه وبتقول احط قد ايه ملح، تمام؟ اهو هاجي كده اجيب بقى الطبق البلاستيك البلاستيكيه اللي انا هعمل فيها اهي، وهبدا ارش كده شويه في قاع البلاستيكيه، وهاخد بقى السردين بتاعي اهو، وهحط في الطبق في الملح واغلفه بالملح بسم الله اهو، تمام كده، وارص في العلب بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وبعد كده اخد اللي بعدها. لما اجي احط التانية يا بنات احطها عكسها. يعني ايه عكسها؟ يعني الراس بتاع السمكية التانية عند الديل الاولانية، انتوا فاهمين قصدي؟ تمام. هكمل بقى. خلصت يا حبايبي اول طبقة، هنزل برشة كده من الملح والشطة والبابريكا، ونفس الطريقة انزل تاني بالطبقة التانية اهو. همسك واحدة واحدة كده واحطها، بس المرة دي هعكس الرصة، بدل ما كنت عاملة بالطول هعمل بالعرض، تمام اهو. بدل ما كنت عاملة بالطول هعكس رصة السردين زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده برضو، او الراس عند ديل الاولانيه اهو، شايفين زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. انا كده خلصت كميه الملح وكمان خلصت كميه السردين. طيب بعد كده هنعمل ايه؟
انا هحط شويه من الزيت، شويه من الزيت. طب ايه فايده الزيت؟ فايده الزيت ان هو مش هيخلي السردين معاكي ناشف. الناس اللي بتخلي سردين ترجع تقول لك انا لما اخلله بطلعه من العلبه بلاقيه ناشف. لا، الزيت مش هيخليه معاكي ناشف. وبعد كده هقوم حاطه كام شريحه من الليمون. برضو الليمون يعني يعمل ايه؟ بيعمل ايه الليمون؟ بيضيع اي ريحه لاي حاجه مخلله انت بتخليها، سواء سردين سواء بسارية سواء اي حاجه بتخليها في البيت. الليمون، شرايح الليمون بتمنع تماما الروايح. تمام. انا هنزل بالكيس كده، هقفل كده على قد ما اقدر، وهجيب كيس تاني واحطه فوق السردين وهقفل كويس قبل ما اقفل الغطا. اهو شايفين حضراتكم؟ اهو لازم تقفلي كويس وتحوشي اي هوا. ممنوع اي هوا يدخل للسردين بتاعك، مش عايزين اي هوا تماما في العلبه بتاعتنا. هجيب بقى الغطا بتاع العلبه اللي احنا هنخلل فيها وهقفلها بعد ما ضغطت الهوا خالص. اهو تمام. اهو هقفل وبالكيس اللي انا حاطاه بره، وهبدا اغلف العلبه بتاعتي. اتاكد كويس ان انا مقفله كويس، وهقفل الكيس بتاعي واجيب كيس تاني واقفل كمان مره، وكيس تالت واقفل كمان مره، زي ما انتم شايفين حضراتكم. وبكده السردين ان شاء الله طريقته تنجح معاكي، وان شاء الله مش يعني 7 ايام بالظبط وهتطلعي السردين هتلاقيه زي الفل باذن الله. وهنشوفه مع بعض باذن الله يوم شم النسيم، هفتحه معاكم في فيديو ان شاء الله ونشوفه مع بعض. تعالوا بقى نشوف البسارية هنعملها ازاي. البسارية تمام، حطيت نفس البوله اللي احنا حاطين فيها الملح والتتبيله بتاعت السردين. حطيت معلقتين من الملح بس مش هرميه. كل كيلو بسارية بياخد 3 معالق ونص من الملح. لكل كيلو بسارية ركزي معايا بياخد 3 معالق ونص من الملح هرميين. انا حطيت معلقه كده اهو، كده مش هرميه بالنسبه للملح اهو. حطيت 2، وحطيت معلقه من البابريكا ومعلقه من الشطه زي ما انتم شايفين حضراتكم. هعمل ايه بقى في البسارية؟ مش هعملها زي السردين بقى اخد واحده واحده طبعا، لا انا هاخد كده كميه البسارية كلها وهنزلها فين؟ في الملح اهو، زي ما انت شايفه حضرتك كده. هنزلها كلها في الملح. وطبعا تقدري تضاعفي الكميه زي ما انت عايزه. لو انت جايبه 2 كيلو تقدري تضاعفي الكميه. جايبه نص كيلو، انا دلوقتي عامله نص كيلو. حطيت معلقتين من الملح مش مهرميين، عليهم معلقه من الشطه، عليهم معلقه من البابريكا. تمام شايفين حضراتكم؟ بس برده مش هرميين، يعني لا الشطه مليانه ولا البابريكا مليانه. تمام كده. طبعا بقلب بالراحه جدا، انا بحسس كده عليها بالبلدي يعني. خلاص اهو غلفتها كلها كده. هبدا بقى هنشوف هنخليها ازاي. تعالي كده يا ست البنات، انا معايا برطمان. شايفين البرطمانات دي بتاعت صلصه. تمام، غسلاها ومعقماها وناشفه تماما معايا. عايزه حضرتك تخللي البسارية بتاعتك في علبه زي ما انا عملت السردين، مفيش اي مشكله، مفيش تغيير يعني. بس انا بفضل طول عمري بعملها بصراحه في برطمانات. بصراحه بتفضل في البرطمان ما شاء الله حتى بعد ما تتخلل ما شاء الله ما بيجرالش اي حاجه. هبدا بقى اعبي البسارية بتاعتي اهو كده حبايبي. عبيت البسارية في البرطمان نص كيلو، خد البرطمان خد النص كيلو معايا. هنزل بايه تاني؟ هنزل بشويه من الزيت. نفس حكايه السردين، هنزل شويه من الزيت اهو عشان يخلي البسارية معايا طريه ما تنشفش اهو. وانزل كده بالراحه لتحت عشان الزيت ينزل معايا لتحت اهو. اهو بسم الله. تمام كده حبايبي. وبرده هنزل بشرايح من الليمون، شرايح من الليمون عشان برده تغطيلي لو في اي ريحه، بس ان شاء الله مش هيكون معاكي اي ريحه باذن الله. تمام. هاجي بقى على البرطمان بتاعي وهبدا بكيس كده من البلاستيك اهو، وهحط كيس عشان افصل الهواء خالص عنه، واقفل البرطمان وهسيبه على رخامه المطبخ هو وعلبه السردين ان شاء الله لمده لغايه قبل يوم شم النسيم بيوم ان شاء الله نعمله مع بعض. بس البسارية لو حضرتك عايزه تاكلي منها قبلها بعدها ب4 ايام او حاجه مفيش اي مشكله خالص، هتستوي معاكي على طول ان شاء الله. هما 3 ايام والرابع تبداي تاكلي منه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. كل سنه حضراتكم طيبين وبصحه وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله.